هكذا يتم إخماد الحرائق في المملكة المغربية عبر أسطول طائرات الكنادير الذي تملكه المغرب ولا تملكه دولة الغاز والبترول الجزائر، لأنه في الجزائر هكذا يتم إخماد الحرائق عبر ترك الناس عراة أمام هذه الحرائق بوسائل بدائية، سواء الحماية المدنية، سواء عناصر الجيش، سواء المواطنين الذين يرسلون لمواجهة هذه الحرائق. ولهذا عدد الضحايا كل سنة يكون كبير. فهذا هو الفرق هو بين بلد اللي هو المملكة المغربية استبق هذه حاكمه اللي هو العاهل المغربي محمد السادس قضية الحرائق بأكثر من 15 سنة، لأنه سنة 2011 اقتنى 5 طائرات. وقتها كانت طائرات الكنادير متاحة، وقتها كانت الجزائر منشغلة بدعم ميليشيات البوليساريو بملايير الدولارات من أجل وضع عقبة في طريق المغرب. هذا هو الفرق بين الاثنين. بل انه حتى في 2021 لما كان العاهل المغربي يعزز في اسطول طائرات الكنادير المغربيه عبر اقتناء 3 طائرات اخرى، كان عبد المجيد تبون مع صانع زرارات امريكي في معرض الزرارات يقول هذا كان ممكن ديروا لنا عرض على الطائرات لإطفاء النيران. سي تري جورجون مستعجل جدا. إذا عبد المجيد تبون كان يظن بأن اقتناء طائرات الكنادير هو مثل اقتناء سيارات مستعملة في سوق الجمعة. فالفرق بين من كان يبحث في الأسواق الدولية، من كان يعقد صفقات، ومن انتظر حتى بدأت الكارثة. رغم أنه سنة 2011 لما المملكة المغربية والعاهل المغربي اتخذ ذلك القرار كان نوعا ما غير مفهوم للبعض. كان البعض يقول لك ربما ليس بحاجة إلى هذا العدد الهائل من طائرات الكنادير وقتها، لكن الأصل في الحاكم هذا هو الاستباق، هو الاستشراف ورؤية ما لا يراه الغير. هذا هو الفرق. يعني لهذا ما وصلنا إليه اليوم انه عوض تحمل المسؤوليه ايضا في الجزائر تجد الصاق الحرائق في المغرب، في الامارات، في 4 اشخاص تم اعتقالهم وقال لك بانهم وراء الحرائق، عوض القول بانه النظام الجزائري متعفن لم تكن له القدره لاستباق هذا، وان الحكام في الجزائر دورهم هو التفكير في كيف لا يدخلون السجن، كيف لا يحاسبون، كيف يبقون في السلطه، وكيف يضمنون مستقبل ابنائهم وعائلاتهم عوض التفكير في حياة المواطنين. هذه هي الحقيقة. وفي هذه القضية لوحدها تظهر لماذا يركز التلفزيون الجزائري بمئات التقارير يوميا حول المغرب للحديث عن الفقر والجوع، وهو للتغطية على أن بلد دون ريع أو بترول تجاوز بلد له من الريع البترول